يسعد لي مساكم. هنا ملك التوقعات العالمي والبقيه مقلدون. توقعاتي كلاسيكو كبير في الكره السعوديه بين الاهلي صاحب الشعبيه الجارفه والجمهور المجنون في الملعب يهز الملعب هز، وبين الهلال بعبعاس اللي ما حد قدر يوقفه في الدوري السعودي، جالس يعنف الفرق وما حد قادر ولا هو معبر فريق قدامه في وجهه. معلومه، الهلال يكسر عقدة الأهلي. الهلال لم يستطع الفوز على الأهلي من عام 2020، 4 سنوات لم يستطع الفوز الهلال على الأهلي. توقعات المباراة أوه 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 أوه. ولكن التوقعات لن يخطي بعد مشيئة الله. نسبة فوز الأهلي 0، مستحيل. وسط الأهلي يجاري الهلال، مستحيل. فرق في اسلوب اللعب والامكانيات لمصلحه الهلال. اللي راح يخيب بالاهلي ان الاهلي مسكين ظلم انه يلعب كل اسبوعين مباراه، كل 3 اسابيع مباراه، ما عنده رتم المباريات الكبيره، سرعه اللعب، ولا عند فريق كبير بس ما عنده سرعه اللعب، راح يعاني من اللي يلعب كل 3 ايام مباراه، فتلقى اللاعب جاهز للمباريات، عايد جو المباريات، طول الوقت هو في معسكر. بينما لاعب الاهلي لا، يعني كل اسبوعين مباراه. لذلك فوز الهلال مليار في المية. مستحيل يفوز الاهلي، مستحيل. انا ما افهم كوره. لو يلعب الهلال بدون حارس بكره مستحيل يفوز الاهلي او يتعادل. الهلال راح يفوز واخشى عن نتيجه كبيره على الاهلي، لا تقل عن 3 أو 4، ممكن توصل حتى 5 في اسوء الاحوال. راح يكون فيها متروفيتش راح يسجل هدفين او هاتريك، وميشيل او مالكوم فيها ضربه جزاء وممكن كرت احمر.